انا عاوز افهم بس، احمد فتوح ده لاعب منتخب مصر ولاعب مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك، ما بيلعبش ليه في ريال مدريد؟ مين كان يقدر يوقف لامين يامال؟ يعني مين كان يقدر؟ بص، الوحيد اللي قدر يوقف لامين يامال لاعب مصري. اللايك والشير الله يخليك، عرف الناس ان منتخبنا مش اي منتخب، ان منتخبنا كبير جدا وفي اسماء تقيله. يعني محمد صلاح طلع من فتره قال لك احنا معظم اللعيبه اللي عندنا محليين، ادى المحلي اهو. هو الراجل ما كانش يقصد حاجه، يعني بيقول ان احنا يعني ايه، مش كلنا دوليين، ولكن المحليين بقى ان انا طلع ارد برد يعني مختلف شويه. ده المحلي، ده احمد فتوح، ده المحلي اللي بيوقف لامين يامال، اللي خلاه يخرج من المباراه زعلان. بيلعب فيه احمد فتوح، بيلعب في نادي الزمالك، خارج من مدرسه كل بيتمنى انه يدخلها. شاف لامين يامال عمال يشاور، شوط، اعمل، مش احبس، مش مديله فرصه. احمد فتوح مش مديله همسه، مش مديله فكره، مش مديله الهوا حتى. احمد فتوح وزي ما بيقولوا كده واكل الاخضر واليابس، مفيش فرصه. بص، فرصه واحده لامين يامال، ولا فرصه ولا هدف. اي نعم كانوا ضاغطين لاعبي منتخب اسبانيا، ولكن ضغط على ايه يا حبيبي؟ ضغط على ايه؟ اطلع يا كينج اشرب. العميد طبعا ورايا اهوت بيديله اهو، ابراهيم حسن بيديله الميه يشرب الكينج. وبص كابتن حسام يا اخي، تحس ان هو ابوه يا اخي، تحس ان هو ابوه يا اخي، مش مدربه يا اخي. شايف الحب والحنان، اللايك والشير الله يهديك. شايف الحب يا راجل من المدرب، هو اللي بيديله الميه بنفسه.